معايا كلمتين وواقفين في زوري. هي التربية دي بس هو تحميل مسؤولية التربية في كل حاجة تخص الطفل بس خاصة الأم دي بتربي في بابل منفصلة، ما فيهاش كوميونتي أو مجتمع حواليها بيغير حاجات معينة وهي عيني بتجاهد عشان تعملها. هو فين يا جماعة دور الجدات والعمات والخالات؟ هم الناس دي ليها حقوق بس مش ليها واجبات؟ يعني العمة تزعل لو أنا ما وريتلهاش أولادها، بس العمة دي مش من دورها انها تعرف العيال، تعاشرهم، تحبهم، تتعب لهم، تقعد معاهم شوية؟ وانا مش بقول ان كل العمات وحشين، بالعكس انا في عمات حلوين جدا. يعني انا مثلا شخصيا عمات ولادي جمال جدا لاخر درجه مع الولاد. الضغط على الام ان الحياه كلها لا المدرس بيعمل دوره ولا الزوج بيعمل دوره الادبي والتربوي والمعنوي، لانه الزوج مش ATM بس، ولا الخاله بتزهق من العيال دي عشان مصدعين. انت حتى لو رحتي تزوري مامتك هتلاقيها هي شخصيا بتزهق ساعات في بعض البيوت كده، ولا العم والعمه ليه دور. كل الناس بتخلع وفجأة بتبقي انت لوحدك المسؤولة الملامة ان العيال دي مش كويسة. وساعات انت بتبقي بتبني حاجات كتيرة قوي كأم في العيال وعايزة تمشيهم على نظام اكل معين وتربية معينة، وتلاقيهم هم بيهدولك كل ده لمجرد ان احنا عايزين العيال تحبنا. فيلا نجيب كيس شوكولاتات ونديه للعيال، يلا ناخدهم نفتح لهم التليفون ونوريهم اي الفاظ وحشه او اي كلام غلط، يهدلك كل الحاجات اللي انت بتعمليها من باب ان هم يحبوهم. هم هيحبوكوا لو قعدوا معاكوا، هيحبوكوا لو عاشروكوا بجد، هيحبوكوا لو العلاقه كان فيها ساعات شد وساعات حب. الجدات والجدود فاكرين زمان لما كنا بنركب على جده مثلا ونقعد نلعب معاه وهو يقعد يهزر معانا؟ النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كانت الولاد وهو بيسكت بتركب على كتفه وبيقول لهمش حاجه. اللعب، الحضن، الحدوتات اللي الجدات بتعملها. عايزه اقول لك ساعات ان هي تقعد البنت جنبها وتعمل معاها محشي، حاجات صغيره قوي. انا ولادي بيسمعوا كلام من مامتي وبنتي تطبقه جدا وما تسمعوش مني، لان الجده بتبقى ما عليهاش المسؤوليه والشحن والضغط بتاعنا، فبتبقى اعصابها هاديه، فبقى عندها يعني الطاقه انها تقعد تقول الحاجه بالراحه، فتقنع الطفل التدي. فالتربيه يا جماعه مش بس كل واحد لازم يشيل دوره ويبطل يرمي على الام كل مشكله. الام ليها دور، المركب اللي ليها رئيسين تغرق، الام نفسها هي الليدر اللي لازم يبقى بينظم حياه الطفل ومركز مع الطفل. بس كمان ما ينفعش ابقى انا كأم مكرسه حياتي من الصبح بالليل للولاد، وفي امهات بتسيب شغلها خالص عشان تتفرغ للولاد، والراجل قاعد في وقت فراغه كله على القهوه او في الكافيه او مع اصحابه او بيلعب بلاي ستيشن. ما هي كمان يا جماعه محتاجه عندها البلاي ستيشن الخاص بيها اللي نفسها تعمله، هي حتى مش عارفه تشرب كوبايه شاي او تاخد دوش. في الاخر هم زي ولادكم. في امهات لما تستأذن جوزها مثلا في 5 دقايق هتدخل الحمام وتطلع، يبقى الولد قاعد مع باباه مش عارفه، فالولد قاعد بيعيط ومتأزم والاب مش عارف يعمل معاه اي حاجه كانه مش ابنه، فاهمه؟ واول ما تيجي الام يقول لها تعالي يا هنا وخد ابنك. او مثلا ساعات ممكن ما تبقاش في الحمام، ممكن تبقى واقفه مثلا بتطبخ عشانهم. التمارين مش فسحه يا جماعه، يا ريت الاباء تفهم ان التمارين مش فسحه. احنا ما بناخدش العيال النادي نتفسح، تعالوا انتوا وقفوا بيهم في تمرين السباحه وشيلوا الحاجات وحموا ونشفوا وشيلوا شنط وروحوا وتعالوا، وانتوا هتعرفوا ان التمرين مش فسحه. الزمن اللي احنا فيه ده الامهات بتشتغل وبتشارك، مش بس بتشتغل عشان رفاهية او بس عشان تبني كاريرها. الحقيقة ان دورها فعال ومهم جدا علشان خاطر تبني معاك البيت واحدة واحدة، عشان خاطر تقوم البيت ده وتوفر للولاد دي فرص احسن. فبالتساوي انت كمان محتاج يبقى عندك التفهم ده، محتاج يبقى عندك الاحتواء ده، مش من باب الندية، مش من باب العصبية، من باب ان احنا الاتنين بارتنرز، احنا الاتنين شركة في البيت ده عايزينه يطلع كويس. والعمات، اهل الاب، وكمان على فكرة ساعات اهل الام محتاجين نعمل التوازن. انا مش عايزه ابقى بتدخل في حياه الطفل بشكل اوفر ما بيديش مساحه للام ان هي تختار كل حاجه بما فيها. والله في امهات ما بتختارش اسمه او الاكل اللي هياكله ايه او هيتربى ازاي او هيدخل مدرسه ايه. لا، انا محتاجه اديها مساحه، لانه القرار في الاخر قرار الاب والام مهما كانت خبرتكم على راسنا من فوق، بس في الاخر كل واحد مسؤول، ربنا هيحاسبه على اولاده. والعكس بقى اللي هو لا انا ماليش دعوه بيهم خالص، انا بشوفهم كده في الاعياد، انا بس بتريق من بعيد او بقطم من بعيد. الوسط جميل. احنا في الاخر ربنا عملنا رحم، ربنا عملنا اهل، عيله واحده. ربنا كان قادر يخلق طفل من غير قرايب خالص، بس ربنا خلق له قرايب علشان ليهم دور في حياته، علشان كلنا نكمل بعض. فيا جماعه الخلاصه اللي عايزه اقولها، لو سمحتوا نعمل دورنا الاول ونبطل تقطيم في الامهات. عايز يوصل لان ولاده سعداء
محتاج يراضي مامتهم، محتاج يحسسها بكيانها، بانها ست كويسه. انا استفيد ايه لما احسسها انها ما بتفهمش حاجه وما بتعرفش حاجه؟ برضو كمان حاجه مهمه للامهات، نفترض حسن الظن في الاخرين. بلاش يبقى من جوانا غيظ وزعل انه امي عملت كذا في ابني، امي اكلت او حماتي اكلت ابني من ورايا. هي حبيبتي مش قصدها تسممه هي جدته بتحبه، هي على حسب الكالتشر بتاعها وفهمها زمان فاكره ان كده بتساعده. وانتي كأم معلش عشان هي بتعيط مش بتديني فرصه اعمل الفيديو، مش مطلوب منك تعملي كل الادوار، مطلوب منك تبقي ام بس، وتبقي فاهمه انك حتى يا دوبك بس تسدي على الدور ده، وانه طبيعي ان انتي ما تقدريش تعملي كل حاجه فيه، وساعات تقعي وساعات تقومي. ولازم تبقي فاهمه انك مهما قصرتي او مهما شايفه نفسك مش بيرفكت، الولاد دي محظوظه جدا 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 ان انتي في حياتهم.